ازيك يا صاحبي؟ جهز نفسك عشان النهارده معانا انمي كله دمويه وعظمه من نوع خاص. حكايه حرب ازليه بقالها قرون بين اسياد الظلام النينجا واباطره العالم السفلي الياكوزا. فمن فيهم ايه اللي هينتصر في النهايه؟ يلا بينا نبدا. وقبل ما ندخل يا صديقي في معمعة الاحداث لازم نرجع بالزمن لورا شويه، تحديدا لعام 1657 في عصر ايدو في اليابان. في هذا العام حدثت حريق ضخم جدا يعتبر الاكبر عبر التاريخ. حريق التهم المدينه كلها، حسد ارواح اكتر من 100,000 شخص. لكن الكارثه دي ما كانتش مجرد قضاء وقدر، لا، دي كانت الشراره اللي ولعت حرب دمويه. حرب دموية استمرت لأكثر من 300 سنة بين قوتين من قوى العالم السفلي، حرب بين النينجا والجوكودو أو الياكوزا. القصة بدأت لما مؤسسة الجوكودو تشوبي بانزوين قرروا ينتقموا من النينجا اللي قتل واحد من رجالته، فولع في المدينة كلها علشان يستدرج حارس العالم السفلي النينجا زانزو كاساي. ورغم ان تشوبي خسر المعركة ومات، إلا انه قبل ما يموت سلم وصيته وإرادته لصديقه ومنافسه الشرس جورزيمون ميزونو. ومن ساعتها أخذ الجوكودو على نفسهم عهد بالقضاء التام على كل النينجا. ومن هنا بدأت حكاية صراع طويل جدا ومصيري، فمين فيهم اللي هينتصر؟ مين اللي هيختفي من الوجود؟ بننتقل للحاضر يا صديقي في قلب العاصمة اليابانية طوكيو المليئة بالحياة والناس اللي رايحة جاية. بنشوف راجل أعمال وسيم لابس بدلة غالية ومسك التليفون وبيضحك وبيخلص شغل، واضح إنه شخصية مهمة. وفي نفس الشارع بنشوف شاب شعره اصفر باين عليه الكآبة والملل وماشي من غير اي هدف. الاتنين بيعدوا من جنب بعض، فجأة رجل الاعمال وهو بيضحك في التليفون الموبايل بيقع من ايده قبل ما الموبايل يلمس الارض ويتحول لقطع صغيرة. الشاب الاشقر بيتحرك حركة بهلوانية خاطفة، بيزحل على الارض بيلقط الموبايل، حركة مستحيلة على شخص عادي يعملها، ولكن ده مش عادي. رجل الاعمال بيتصدم من اللي شافه، بيبص بيلاقي الشاب مرمي على الارض وماسك الموبايل في ايده. الشاب بيبص له بيقول له ببرود ان موبايله وقع. رجل الاعمال بيجري عليه وبياخد الموبايل وهو بيشكره لك، لكن عين الشاب بتقع على كفر الموبايل. بيلاحظ انه بتاع شخصيه من انمي بنات سحريه اسمه فلاش برنس، ومش اي كفر، ده اصدار محدود ونادر. صح، رجل الاعمال بيتفاجئ ان الشاب عارف الانمي ده، وقلنا بنكتشف المفاجاه الكوميديه. المشهد يا صديقي بيتقلب راسا على عقب. الاتنين طلعوا اوتاكو، مش اي اوتاكو، لا، اوتاكو متعصبين لهذا النوع من الانمي، وتحديدا نفس الانمي كمان. بيبدا حوار مليان حماس وشغف عن حبهم لشخصيه هيس وانها الافضل عبر التاريخ، رغم ان معظم الناس بتحب الشخصيه الكيوت التانية. رجل الاعمال اللي بنعرف ان اسمه كيومي كيمورا بيعجب جدا بالشاب ده، بيقول له ان رغم انه عيل صغير لكنه فاهم الحياه صح وعارف حاجات عن انمي نزل من 11 سنه. لكن كيومي بيلاحظ حاجه غريبه، الشاب بيحاول يبتسم لكنه مش عارف، عضلات وشه متيبسه كانه فاقد القدره على التعبير. الشاب بيقول له انه فعلا بيعاني من المشكله دي، برغم انه سعيد من الكلام معاه عن الانمي اللي بيحبه، لكن مش بيقول كده. كيومي بيضحك وبيديله الكارت بتاعه وبيقول له ان اسمه كيومي، والصدفه الغريبه ان حروف اسمه بالياباني هي نفسها كلمه جوكودو. الشاب بيرد عليه وبيقول ان اسمه شينوها، والاغرب ان حروف اسمه هي كمان تعني كلمه نينجا. يا لها من مصادفه، بس هي مش مصادفه يا صديقي، يعني الكاتب عايز كده. الاتنين بيودعوا بعض على امل اللقاء مره تانية. شكل كده يا صديقي في قصه كبيره وراهم. فجأة بيوصل لشينوها رسالة من غراب بيتكلم. الغراب ده يا صديقي هو وسيلة التواصل، بيبلغه بمهمة عاجلة رقم 334 اختطاف المحافظ. وفجأة في اللحظة دي المشهد بينقلب لمخزن مهجور على أطراف المدينة، الجو متوتر ومليان ريحة دم. بنشوف محافظة طوكيو، ست كبيرة في السن لكن ملامحها قوية، حاضنة حفيدتها الصغيرة اللي بتبكي من الخوف. حواليهم واقفين ناس من مجموعة عصابة الشكودو، كلهم لابسين بدل سودا ونظراتهم كلها شر، وقصادهم واقف زعيم تسوباسا ناكيشيما، راجل ضخم جسمه كله عضلات ووشم، بيبص على اخر حارس شخصي لسه عايش وهو بيستفزه. في لحظه بيساوي مسدسه ناحيه ناكيما، لكن ناكيجيما بيبتسم بسخريه، بيقول له انه مفيش اي خداع في مسدسه وانه بيتحداه. الحارس مرعوب بياخد نفس عميق، وفي اللحظه اللي بيقرر يضغط فيها على الزناد ناجاشيما بيصرخ وبيقول له بصوت مرعب اضرب يا جبان. الرصاصه بتتضرب لكن صوتها بيضيع وسط صوت طلقه تانية اسرع واقوى. الحارس بيقع على الارض غرقان في دمه. ناجاشيما واقف مكانه مصدوم والدم بينزل من على وشه، لكن مش دم ناكيجيما ده. الحارس اللي لسه مقتول بعدها بيبص للمحافظة بيقول لها انها مجرد طعم علشان يستدرجوا اعدائهم. لكن قبل ما يكمل كلامه واحد من رجالته بيصرخ وهو ماسك راس مقطوع على اخوه. الصدمة بتلجم ناجيشما وهو مش مصدق عينيه. في اللحظة دي الانوار كلها بتطفي فجأة، المكان بيغرق في ضلمة تامة.
المهمة. صرخات بتقطع سكون الليل، اصوات وضرب وتقطيع، ورجالة ناجيشيما بيبدأوا يتساقطوا واحد ورا التاني، محدش شايف حاجة. صرخات بتقطع سكون الليل، اصوات ضرب وتقطيع، رجالة ناجيشيما بيبدأوا يتساقطوا، محدش شايف حاجة. مجرد خيالات بتتحرك بسرعة جنونية، والرقاب بتطير في الهواء كأنها ورق شجر. ناجيشيما بيتجنن، بيبدأ يضرب نار في كل اتجاه لكنه مش بيسيب غير الهواء. وفجأة الانوار بترجع. المشهد كان صدمة بكل المقاييس، كل رجالته مرميين على الارض، جثث من غير رؤوس. المكان اتحول لمجزرة بكل المقاييس. وسط بركة الدماء بيظهر شينوها واقف قدامه ببرود، عينيه بتطق شرار. ناجيشيما بيشوف هو بيرتعش من الخوف. شينوها بيقرب منه، بيحط راسه على فوهة المسدس، بيزعق فيه بغضب. طب انفجر زي البركان. بسببكم انتوا انا ما عدتش عارف اضحك. مستني ايه؟ اضرب. ناجيشيما بيضغط على الزناد وهو بيصرخ، لكن اللي بيحصل كان اغرب من الخيال. شينوها بيتحرك بسرعة الرصاص نفسه، بيتفاداه بعد ما طلعت من المثلث، وفي حركة اسطورية بيخطف راس ناجيشيما من على جسمه. راس ناجيشيما بتطير في الهواء، هو لسه بيبتسم بسخرية وبيقول اخر كلماته في النهاية: الجوكودا هم اللي هينتصروا. وبعدها بتقع على الارض، وشينوها بينهي المهمة بجملته المعتادة: تمت الابادة. الشرطة بتوصل لمسرح الجريمة، بتتصدم من هول المنظر، جثث مقطوعة الراس في كل مكان. المحققين بيعرفوا ان دي عملية كود ان، ودي الشفرة بتاعتهم لجرائم النينجا. بيبدأ يشرحوا ان النينجا دول منظمة غامضة بتشتغل في الخفاء، بيظهروا فجأة عشان يقتلوا المجرمين اللي القانون مش قادر يوصل لهم من غير ما يسيبوا اثر واحد وراهم، كأنهم اشباح بتحقق العدالة بطريقتهم الخاصة. بعد ما الشرطة بتلم مسرح الجريمة، بنشوف شينوها ماشي لوحده في شوارع طوكيو اللي بدأت تهدى مع غروب الشمس. لكن يا صديقي، عقل شينوها كان في عالم تاني خالص. فجأة بيشوف شوية من زمايله في المدرسة ماشيين مع بعض، بيضحكوا وبيهزروا، بيقترحوا انهم ياخدوه معاهم علشان يمثل في المسرحية علشان عددهم ناقص. بس واحد منهم بيقول انه ما يعرفش يضحك خالص، وانه شكله بيبقى غريب لما بيحاول. الكلمة دي بتضرب على وتر حساس، بيتنهد وبيتمثل لنفسه: مش كأني مش عايز اضحك. وهنا المشهد بيتحول لفلاش باك مرعب، ذكرى مؤلمة من طفولته بتوضح لنا سر شينوها. بنشوف حقل واسع مليان بالورود البيضاء اللي بتلمع تحت ضوء القمر. لكن المشهد الجميل ده بيتحول لكابوس، لونه اسود بنفسجي دموي. بيظهر وحش ضخم ومرعب بيضحك ضحكة شيطانية، وبيقتل اهله قدام عينيه بوحشية. وضحكة الوحش المجنون بترن في ودانه. نرجع للحاضر، ومن ساعتها شينوها من اليوم اللي فقد فيه كل حاجة، فقد معاه قدرته على الضحك. وهو ماشي غرقان في احزانه بيفتكر انه مجرد كونه عايش لوحده ده بالنسبه له سعاده. وفجاه وفي وسط يأسه بيوصلوا اشعار بمهمه جديده. بيتحرك شينوها بسرعه البرق. المشهد بين ان المبنى مهجور تاني، جو مليان صريخ ورعب، مجموعه افراد الياكوزا خاطفين بنات. بس شينوها بيبدا مهرجان تقطيع الرقاب يا صديقي بحركات سريعه متقنه، بيقضي على كل اللي حواليه. بعد ما بيخلص على كل اللي في المكان، بيلاقي دفتر صغير وغريب شبه الكوبونات، مكتوب عليها كوبون الجحيم. شينوها بيستغرب وبيحس بريحه غريبه، ريحه مخدرات. بعد ما شينوها بيخلص المهمه، بيطلع على مخبأ سري اللي بيكون عباره عن كافيه قديم وهادي اسمه كافيه دي فيس. بيقابله هناك راجل عجوز شعره ابيض لابس نظاره غريبه على عين واحده. بنعرف ان اسمه كايجي ده هو معلمه والمرشد بتاعه. شينوها بيطلب كولا بحركه نينجا احترافيه، بيفتح الازازه بضرب الكراتين خفيفه بتكسر حاجز الصوت. كايجي بيبتسم وبيقول له ان دي حركه نصل الظلام، وانه اخيرا قدر يتفوق على معلمه. لكن شينوها بيحاول يضحك على نكته كايجي لكنه بيفشل كالعاده. كايجي بيقول له ما تقلقش، جروح الطفوله بتاخد وقت ولكن مصيرها انها تنتهي. شينوها بيطلع الكوبونات وبيديها لكايجي. كايجي بياخدها وبيشمها وبيكتشف انها نوع جديد من المخدرات اللي بتتلزق على ورقه وبتتاخد عن طريق الفم. بيأكد شينوها ان دي فعلا حاجه جديده وخطيره بدأت تنتشر في طوكيو، وان الجوكودو اكيد وراهم حكايه شينوها. بيقول ان الجوكودو كانوا مستنيينه في المهمه اللي فاتت، كانهم عملوا الجريمه دي عشان يستدرجوه. وهنا بيتأكد ان الجوكودو بيخططوا لحاجه كبيره. وفجاه بيقتحم هدوء المكان صوت واحد بلطجي بيزعق وبيشتم صاحب المحل. شينوها بيقوم بيستعد لتكسير عظامه، لكن كايجي بيمنعه، بيقول له نزبون. ببرود اعصاب كايجي بحركه اسرع من العين، خيط رفيع بيطلع من ايده وبيلف حوالين الطفيه وبيسحبها من غير ما يلمسها، بيغيرها بواحده جديده. كل ده في جزء من الثانيه. البلطجي بيتصدم وبيقع على الارض من الرعب، هو مش فاهم ايه اللي حصل. كايجي بيبص له ببرود قاتل، بيقول له كمل يا استاذ. وانا بنعرف ان كايجي مش مجرد راجل عجوز
الرز، لا يا صديقي، ده واحد من الثمانية الامبراطوريين للنينجا واسمه الحقيقي كايزا اكيبا. بيقول له بلهجة كلها تهديد انه مهما كانت خطة الجوكودو لو فكروا يعبثوا في العالم السفلي نهايتهم هتكون على ايده. تاني يوم شينوها بيقرر يروح متجر البرسيس عشان يشتري منتجات الانمي المفضلة عنده اللي نزلت باصدار محدود، لكن للاسف بيوصل متاخر بيلاقي طيور طويلة جدا واللافتة مكتوب عليها نهاية الطابور، وهو واقف محبط بيتفاجئ بكويامي واقف في الطابور وماسك نفس اللافتة. الصدمة جمعتهم تاني يا صديقي في نفس المكان. الاتنين بيبداوا يتكلموا بحماس عن الانمي، بيكتشفوا انهم متفقين في كل حاجة، حتى ان نهاية الانمي لما البطلة ايبو اتحدت مع عدوتها هيس كانت اعظم نهاية في التاريخ. كويامي بيقول لشينوها انه حاسس كانهم صحاب من زمان، وشينوها بيرد عليه وبيقول له ان دي ممكن تكون اشارة من القدر يا صديقي. بعد جولة تسوق ملحمية بيطلعوا من المحل وهم شايلين اكياس مليانة بوسترات ومخدات وتيشيرتات لشخصيات الانمي. بعدها كويامي بيعزم شينوها على الغداء عشان يكملوا كلامهم. بيروحوا مطعم قدم شعبي وبيكملوا نقاشهم الحماسي عن الانمي. وسط الزباين اللي بيبصوا لهم باستغراب بنشوف في المطعم ان كل اللي في المكان بيحبوا كايامي. الجو بيبقى كوميدي جدا والكل بيضحك وبيهزر الا شينوها. كايامي بيلاحظ انه مش بيضحك فبيساله اذا كان عنده اصدقاء. شينوها بيقول له ان بسبب تعابير وشه صحاب حتى في المدرسة. كايامي بيبتسم بحنية بيقول له جملة غيرت كل حاجة، لو عايز تغير نفسك لازم تتواصل مع الناس بلا علاقتها بالمجتمع بالاخرين، عشان كده اسمح لي اكون اول صديق ليك. شينوها بيتصدم ولأول مرة بيحس باحساس غريب، وفي وسط صدمته بتضحك منه ضحكة خفيفة وصغيرة. كايامي بيفرح وبيقول له انت ضحكت اهو. بعد الاكل الاتنين بيوضحوا بعض بعد ما تبادلوا ارقام تليفوناتهم. شينوها بيمشي وهو حاسس بسعادة اول مرة يجربها. بيقول لنفسه انه اخيرا لقى صديق، لكن يا صديقي تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. كايامي بيرجع عربيته الفخمة، السواق بتاعه اللي طلع راجل بملامح جادة بيقول له انه وشه رجع لطبيعته، وهنا بتحصل الصدمة الكبرى. كايامي بيقلع جاكيت البدلة بيظهر جسمه المليان وشوم تنانين والنور بتغطي كل حاجة. بنكتشف الحقيقة المرة. كايامي رجل الاعمال الاوتاكو اللطيف هو في الحقيقة الزعيم الخفي للجوكودو. السواق بتاعه بيكلمه عن تدهور احوال الجوكودو بسبب النينجا وان الشباب الصغيرين بدأوا يهربوا وينضموا لعصابات تانية. كايامي بيقول له انه مش مهتم وانه مستمتع بحياته كرجل اعمال. بعدها بيطلع كوبون الجنة اللي شنوها كان لاقيه. هو بيسأل السواق الخطة ماشية ازاي. المشهد بيقطع على مكان تاني خالص، قاعة ضخمة مليانة بزعماء اكبر عائلات الجوكودو كلهم قاعدين متوترين ومستنيين. فجأة بيفتح الباب بيدخل كايامي وهو لابس زيه التقليدي الفخم، ملامحه كلها قوة وهيبة. بيقف قدامهم وبيعلن انه جمعهم علشان يقول لهم على خطته النهائية على عدوهم الازلي. انا عندي بيقول لهم لدي طريقة لقتل جميع النينجا. وفي نفس الوقت بنشوف كايجي معلم شنوها قاعد لوحده في مكان غامض. القمر الاحمر بينور وشه بيقول بنبرة مرعبة مهما كانت خطط الجودو لو فكروا يعملوا اي حاجة غلط هبدهم كلهم. بنشوف واحد هو بيقول خلال الحرب العالمية الثانية تحالفت عصابات الياكوزا مع الجيش الامريكي، لكن غارة طوكيو الكبرى قلبت الامور رأسا على عقب، غيرت الموازين. وسط الفوضى حاول النينجا انقاذ الجموع. شكله راجل كذاب يعني، لكن العصابات مع امريكا قدروا انهم يدمرونا. او يشوف واحد واقف ورا وبيقول كيامي سان انا مش مصدق نفسي ان احنا بقينا حلفاء. في اللحظة كلهم يرقصون. هو بيقول له مش مصدق ان كل عصابات طوكيو تحت ايديك. بيقول في النهاية انا للنينجا ان ينقرضوا والعصر الياكوزا ان يبدأ عصر المجد والازدهار. العصر الذهبي للياكوزا كان قد بدأ وقت ذاك. النينجا رجعوا تاني في التسعينات، رجعوا تاني وبدأوا يهاجموا مصالحنا وبيحاولوا انهم يهزمونا، ودلوقتي بقى اقوى من الاول بمراحل حتى ان ايديهم تفوقت على الاسلحة. لم نلقى الا الموت والموت والموت والمزيد من الموت والموت. كل افراد الياكوزا كان بيموتوا بشكل استثنائي. النينجا كانوا بيفتكوا عرضنا حرفيا منذ عقود لحد ما بقينا احنا اللي على حافة الانقراض. وبنشوف الكل هم فعلا بيعترفوا ان النينجا خلصوا على زعيمهم. واحد غريب منهم بيقول ازاي ملكي يموت وبيعيط يعني ومتأثر، ده ما عملش حاجة غير انه عذب 10 اشخاص يكون مصيره الموت سحقا لهذه القلوب اللي اقصى من الحجارة. وشكلها قلبت عفلة عياط والكل عمال يعيط. وساعتها كيامي هنا بيقول لهم انتوا عالم عبيطة، مستحيل
ان يحصل لنا اي حاجه. وساعتها بيقول لهم لا لدي حل، طريقه لقتل النينجا. كلهم بيقولوا له هي، قول لنا. ساعتها هو بيقول دول بلعوا الطعم، دلوقتي كلهم بقى بياضك في لعبتي. بيقول لهم خطتي هي. وقبل ما كيوامي ينطق بكلمه واحده الفوضى بتضرب المكان. أذرع طويله وغريبه شبه المطاط بتخترق الحشد وبتطير الرقاب يمين وشمال. صرخات الرعب بتملى القاعه، وفي ثواني معدوده المكان بيتحول لمجزره حقيقيه والدم بيغرق كل شبر فيه. ومن وسط الدخان بيظهر المهاجم انه كاي، واقف بكل هيبه وبيسخر منهم وبيقول لهم انه كان له القاب كتير زمان منها ازوكي روساي. كيوامي بيقف مصدوم وهو شايف البيادق بتاعته اللي كان هيبني بيها خطته بيتقتلوا قدامه زي الدبان. كاي بيقف على جبل من الجثث وبيوجه كلامه مباشره لكيوامي وبيقول له ايها الرجل المحترم في كفن الدف، هل انت العقل المدبر وراء كل هذا؟ لكن كيوامي ما كانش لسه اتهزم. بيطلع كوبون الجحيم اللي كان معاه، واللي بنلاحظ ان لونه مختلف عن الكوبون اللي لقاه شينوها، وبيلحسه وهو بيعلن قدام اللي فاضلين من رجالته ان دي هي الطريقه اللي هيبيدوا بيها النينجا. وبكل جنون بيمشي على السجاده الحمراء من الجثث في اتجاه كاي مباشره، ورجالته بيشجعوه كانه بطل داخل معركه انتحاريه. في اللحظه الحاسمه دي يا صديقي المشهد بيقطع على 3 افكار بتدور في عقل 3 شخصيات. بيبص لكيوامي وبيحس بهاله خطر رهيبه حواليه، وبيقول لنفسه ان الراجل ده ما ينفعش يعيش. بيقرر انه لازم يبلغ القائد وباقي النينجا الامبراطوريين وخصوصا شينوها بالخطر الجديد ده. لكن في وسط افكاره الجاده بتيجي في باله النكته الجديده اللي حضرها، وبيتمنى انها تضحك شينوها بكره. في نفس اللحظه كيوامي بيفكر في صديقه الجديد وبيقول لنفسه انه مش ممكن يموت دلوقتي، لسه فاضل 9 مواسم من الانمي اللي مش عنها. وعلى الجانب الاخر من المدينه بنشوف شينوها ماشي وهو مبسوط شايل اكياس الانمي وبيفكر في نكته الجد كاي اللي ضحكته، ومستني يسمع منه نكته تانية بكره. مشهد بيوري لنا الحب المزدوج في حياه كل واحد فيهم، حب كاي الابوي لشينوها وحب الصداقه الجديد بين شينوها وكيوامي، صداقه بريئه ولدت في وسط عالم دموي ومحدش فيهم يعرف ان مصيره على وشك الانتهاء. بنرجع للمعركه وكيوامي اللي اخذ قوه خارقه من ترك المخدر بينطلق ناحيه كاي. كاي بيشوفه وهو جاي وبيقول انا شايفك يا نينجا. وفي اخر لحظه في حياته كل اللي بيجي في باله هو صوره تلميذه الغالي عليه وبيقول شينوها العزيز. الاتنين بيصطدموا في معركه خاطفه سرعتها اسرع من الرمش، وفي النهايه بنشوف ضربه كيوامي القاتله وهي بتخترق راس كاي في مشهد صادم ومؤلم. وسط صرخات الانتصار والفرحه الهستيريه اللي ملت القاعه بيقف كيوامي منتصر فوق جثه كاي الممزقه، والياكوزا حواليه بيصرخوا ومصدقين نفسهم وشايفينه مستقبل الياكوزا الحقيقي. وواحد منهم بيصرخ وبيقول ان كيوامي قدر يقتل نينجا، والكل بيبص على كتف كيوامي اللي كان بينزف من ضربه كاي الاخيره، لكنهم بيتصدموا لما بيشوفوا الجرح بيلتئم وبيقفل على نفسه في ثواني معدوده كانه معجزه. وهنا كيوامي بيكشف لهم عن سره الاعظم كوبون الجحيم، وبيشرح لهم ان المخدر ده هو نسخه مطوره واقوى من كوبون الجنه، وان مجرد قطعه صغيره منه بتدي للي بيستخدمها قوه وسرعه خارقه تخليه يقدر ينافس النينجا. بيعلن كيوامي ان عصرهم الجديد بدا، عصر هيحاربوا فيه النينجا بالخناجر والمسدسات والمخدرات. الياكوزا بيتجننوا من الحماس وهم بيصرخوا وبيقولوا ان بالطريقه دي هم كمان هيقدروا يقتلوا النينجا. في وسط الاحتفالات دي بيقرب يوزاوا مساعد كيوامي وهو بيبص له باعجاب وبيقول له انه فعلا راجل اسطوري عشان قدر يقتل النينجا بنفسه. لكن كيوامي بيبص على جثه كاي وبيقول بكل برود ان دي مجرد البدايه. وفي نفس اللحظه دي يا صديقي بنشوف اخر الافكار اللي كانت بتدور في عقل كاي وهو بيموت. كان بيتحسر على كبر سنه وضعفه وبيتمنى لو كان عنده قوه شبابه او سرعه شينوها. كان حاسس بالرعب الحقيقي وهو شايف بعينيه وصول الياكوزا لمستوى قوه يقدر ينافس النينجا. وفي انفاسه الاخيره بيحس كاي بالخطر اللي بيهدد عالم النينجا كله، خطر اسمه كيوامي. بيعرف انه خلاص هيموت لكنه بيرفض يستسلم للنهايه دي. بيقرر انه لازم على الاقل يوجه لهم ضربه اخيره تكون قاضيه. وفي اخر لحظه في حياته كل اللي بيجي في باله هو صوره تلميذه وحبيبه شينوها امل النينجا القادم، وبيدعي في سره لباقي النينجا الامبراطوريين ال8 انهم يخلوا بالهم من شينوها. بعدها بنشوف فلاش باك سريع ومؤثر بنشوف فيه اول مره كاي قابل فيها شينوها وهو طفل يتيم حزين بعد ما الياكوزا قتلوا عيلته كلها. بنشوف كاي وهو بيطبطب على راسه بحنان وبيقول له ان اسمه جميل، وبيمد ايده ليه وبيقول له هات ايدك، نفس الجمله اللي قالها في اخر لحظه في حياته وهو بيمد ايده للسماء. وهنا يا صديقي بتحصل الكارثه. كاي بيستخدم اخر ذره طاقه في جسمه وبيفجر نفسه في انفجار ضخم دمر المطعم بالكامل وحوله لكم من الركام عشان يقتل كل زعماء الياكوزا اللي كانوا موجودين معاه. لكن الخطه ما كانتش ناجحه زي ما كان بيتمنى. المشهد بينقلنا وبنشوف كيوامي ومجموعه من رجالته المقربين واقفين وسط الدمار من غير خدش واحد. كيوامي كان مستغرب ان كاي فجر نفسه وكان متوقع منه مقاومه اخيره اعنف من كده، لكن المفاجاه ان باقي زعماء الياكوزا كلهم ماتوا في الانفجار. وهنا بنكتشف الخطه الشيطانيه الحقيقيه لكيوامي. هو ما كانش همه موت زعماء العائلات التانيه، بالعكس هو كان شايفهم مجرد بيادق. بيكشف انه كان عارف ان النينجا هيفجر نفسه وانه امر رجالته المقربين اللي سماهم الجكود ال8 للتدمير انهم ياخدوا كوبون الجحيم قبل الانفجار بلحظات. المخدر ده اداهم صلابه خارقه خلتهم ينجوا من الانفجار.
الانتصار. وبالخطة دي كيوامي ورجالته ال8 بقوا هم الناجين الوحيدين من هجوم النينجا الغادر، وده هيديهم صورة الأبطال اللي هينتقموا لزعماء الياكوزا اللي ماتوا ويخليهم يقدروا يسيطروا على باقي أفراد العصابات الصغيرة بسهولة. باختصار كيوامي ضحى بكل قادة الياكوزا عشان يبني مملكته الجديدة على جثثهم، لكن قمة الخسة والدناءة لسه جاية يا صديقي. واحد من رجال كيوامي بيسأله هيعملوا ايه ببقايا جثة النينجا. كيوامي بيبتسم ابتسامة شيطانية وبيفكر في مثل قديم بيقول هعمل لك لحمة مفرومة. المشهد بيقطع على محطة مترو في ايكيبوكورو وبنشوف أبشع منظر ممكن تتخيله. جثة الجد كاي، الشخص اللي كان كله حكمة وحنان، اتحولت لكومة من اللحم المفروم ومحطوطة في نص المحطة كأنها عمل فني بشع ومغروس في وسطها الخنجر بتاعه. الناس حواليها بتتفرج ومستغربين، في اللي بيصور وبيقول ان المنظر ده هينتشر على السوشيال ميديا، وفي اللي بيقول يمكن ده فن معاصر لفنان مجنون. وفي وسط الزحمة دي بيوصل شينوها بيشوف المنظر البشع ده وعينيه بتقع على سلسلة النضارة المميزة بتاعه كاي مرمية وسط اللحم المفروم. الصدمة بتلجم لسانه ومش بينطق غير كلمة واحدة طالعة من قلب محروق، الجد كاي. عيون شينوها اللي كانت دايما هادية وباردة بتتحول لجمر من الغضب والألم، وفي لحظة صمت مرعبة كل الغربان اللي كانت محتشدة على بقايا الجثة بتطير في السماء مرة واحدة كأنها خدت إشارة. وهنا بنشوف قدرة جديدة عند شينوها، قدرته على التواصل مع الغربان. بيصدر أمر واضح وصريح لغربان الثرثرة، روحوا للنينجا الإمبراطوريين ال8 قولوا لهم إن الجوكودو قتلوا الجد كاي وإن هنبيد الجوكودو. ده ما كانش مجرد تهديد، ده كان إعلان حرب شاملة، حرب دموية بدأت شرارتها في قلب شينوها المكسور وفي قمة المأساة والسخرية. وفي نفس اللحظة اللي شينوها كان بيعلن فيها الحرب بيظهر فجأة من وسط الزحمة كيوامي وهو سكران وبيترنح، بيشوف شينوها وبيجري عليه وهو فرحان وبيقول له إن عرفه من شعره الأصفر وظهره المحني. بيقول له إن كان لسه راجع من احتفال بالشغل الكبير اللي خلصه امبارح وما يعرفش أي حاجة عن الكارثة اللي حصلت، وبكل براءة بيشده من إيده عشان يروحوا يكملوا سهرتهم. شينوها اللي كان لسه في حالة صدمة ومش مستوعب اللي بيحصل، كل اللي قدر يقوله وهو بيبص لصديقه وعدوه في نفس الوقت إن شكل الكرافت على راسه مش رايق خالص. كيوامي السكران بيضحك وبياخد شينوها معاه، وفجأة بياخدوا بالهم إن اللحمة المفرومة اللي كانت معروضة اختفت فجأة مع الغربان. وبالفعل يا صديقي بيسحب كيوامي صديقه شينوها اللي لسه في عالم تاني من الصدمة وبياخدوا المطعم عشان يكملوا سهرتهم ويحتفلوا معاه. بنوصل للمطعم وشينوها وكيوامي لسه غرقانين في عالم الانمي بتاعهم. بنشوفهم وهم بيناقشوا واحدة من أكتر الحبكات الدرامية المشهورة، وهي لما البطلة وعدوها اللدود يقابلوا بعض في حياتهم العادية ويتحولوا لأعز الأصحاب من غير ما يعرفوا حقيقة بعض. كانوا بيتكلموا بحماس عن الصراع النفسي اللي هيعيشوه لما الحقيقة تنكشف، وعن اللحظات اللي كانوا فيها على وشك إن هويتهم تتعرف. كيوامي بيصرخ بحماس وبيقول إن ده هو القدر بعينه. والمفارقة الساخرة هنا يا صديقي إنهم كانوا بيوصفوا قصة حياتهم بالظبط وهم مش واخدين بالهم، وفي وسط الكلام ده عقل كل واحد فيهم كان في حتة تانية خالص. شينوها كان بيغلي من الغضب وبيسأل نفسه ليه مت يا جدي كاي، وبيتوعد إنه هيدور على الياكوزا اللي قتلوه وهينتقم منهم شر انتقام. وفي نفس اللحظة كان كيوامي بيفكر تفكير استراتيجي وبيقول لنفسه إنه خد وقت طويل عشان يقتل نينجا واحد بس، وإن النينجا صعب تتبعهم، فالطريقة الوحيدة للقضاء عليهم هي استدراجهم لبره وقتلهم. وكأن القدر بيسخر منهم، بنسمع صوتهم وهم بيكملوا كلامهم عن الانمي. وشينوها بيقول إن أكتر حلقة بيحبها هي اللي فيها معلم البطلة بيتقتل على إيد عدوها. مشهد عبثي بيوري لنا قد إيه الصداقة دي مبنية على مأساة هما نفسهم لسه مش عارفين أبعادها. صاحب المطعم بيلاحظ إن كيوامي بيشرب كميات كبيرة النهاردة وبيطلب إزازتين ساكي كمان. شينوها بيبص عليه وهو مستغرب وبيسأل نفسه ليه الكبار بيبقوا مبسوطين وهم بيشربوا، وهل طعمه أحلى من الكولا؟ هو عمره ما جرب الإحساس ده قبل كده. وهنا بيفتكر نصيحة كاي ليه لما قال له إن القهوة كويسة لكن ساعات الكحول مش بيكون سيء هو كمان، وإنه حاجة الكبار بيعملوها عشان ينسوا همومهم وأحزانهم. الكلمات دي بتفضل ترن في ودانه، وفي لحظة يأس بيخطف إزازة الساكي من كيوامي وبيشربها مرة واحدة. طبعا النتيجة كانت كارثية، شينوها بيحس بطعم مقرف وبيقول إن طعمه زي الزفت. صاحب المحل بيتخض وبيصرخ إنه هيتفصل عشان قدم كحول قاصر، وكيوامي بيجري ورا شينوها اللي بدأ يترنح ومش شايف قدامه. شينوها بيقع على الأرض وهو حاسس إن الدنيا بتلف بيه، وبيقول إن ده سم مش مشروب ينسي الأحزان. كيوامي بيجري عليه وهو قلقان جدا، ناسي تماما إنه زعيم ياكوزا وكل اللي شايفه هو صديقه الصغير وهو بيتألم. بيعتذر له وبيقول له إن الغلطة غلطته وإنه هيوديه المستشفى فورا. لكن هنا يا صديقي شينوها بينفجر، كل الألم والحزن اللي كان كاتمه جواه بيطلع مرة واحدة. بيعتذر لكيوامي وبيقول له وهو بيعيط إنه مؤخرا خسر شخص كان بيعتبره زي ابنه، شخص كان بيحبه جدا، وإنه مش قادر يتعامل مع الألم ده. بيعترف إنه شرب عشان كان فاكر إن الكحول ممكن ينسيه الوجع ده. كيوامي بيبص لصديقه المنهار ولأول مرة بنشوف جانب إنساني حقيقي في شخصيته، بيبص له بحنان وبيقول له إنه فاهم إحساسه كويس جدا، وإنه حزن فراق شخص غالي مش ممكن أي مشروب في الدنيا ينسيهولك. وفي لحظة درامية مؤثرة بياخد شينوها في حضنه وبيقول له إن في الأوقات اللي زي دي كل اللي محتاجه هو إنه يعيط. وهنا شينوها بينفجر في بكاء مرير، صرخات ألم بتطلع من قلبه وبتهز أركان المكان كله، وهو في حضن الراجل اللي قتل أغلى إنسان في حياته من غير ما يعرف.
كيومي بيقول له عيط يا شينوها، من حقك تعيط. بعد ما شينوها بيطلع كل اللي جواه بيحس انه بقى احسن شويه، بيعتذر لكيوامي على المشكله اللي سببها وبيقول له انه هيروح لوحده. كيوامي بيصر انه يوصله او يطلب له تاكسي، لكن شينوها بيرفض وبيقول له ان ده هيكون محرج. في النهايه كيوامي بيوافق وبيودعه وهو بيبص عليه بقلق وبيفكر في معنى فقدان شخص عزيز. المشهد بعدها بينقلنا لشينوها وهو لسه دايخ من اثر الشرب، وفجاه بيتعرض للسرقه من 2 بلطجيه، لكن قبل ما يهربوا عربيتهم المسروقه بتنفجر وبيظهر شاب غامض بيهزمهم بتقنيه نصل الظلام وبيختفي. تركن المحفظه جنب شينوها المصدوم. بعدها مباشره بيظهر نودوكا زمايل شينوها النينجا وهو قلقان عليه بسبب شربه للكحول وهو قاصر. بيخبروا بحزن ان غربان الثرثره نقلت له خبر مقتل الجد كاي، وبيوضح مكانه كاي العظيمه كمعلم لكل النينجا في طوكيو. وفي لحظه حزنه بيتحول لغضب عارم وبيقسم بالانتقام. بيشيل نودوكا صديقه شينوها المنهار على ظهره معترفا بروحه الطيبه مقارنه بباقي النينجا. بنرجع لمنطقه كابوكيتشو الصاخبه وبنشوف كيوامي ماشي مع يوزاوا ومجموعه شباب. كيوامي بيعبر عن كرهه لشكل المنطقه الجديد اللي نسى تاريخها القديم كملجأ للمنبوذين، وبيفتكر بحسره معلمه تاكيموتو زعيم الياكوزا النبيل اللي اتبناه وقتلوا النينجا بوحشيه من 20 سنه. بيكشف ان الشباب اللي معاه هم كمان ايتام النينجا وانه بيرعاهم زي ما تاكيموتو رعاه. الشباب بيتوعدوا بالانتقام لمعلمهم. وسط كلامهم بيظهر قاتل مأجور فجأة وبيحاول يغتال كيوامي، لكن يوزاو بيضحي بنفسه وبياخد الرصاص كله في جسمه الضخم. القاتل بيتصدم وهو شايف يوزاو بيجري ناحيته والرصاص بيخترق جسمه وما بيأثرش فيه. يوزاو بيعلن انه اضعف واحد في الجوكودو ال8 للتدمير، لكن قوته في جسمه الصلب اللي ما بيوقفش. بيطلق العنان لمهارته الخاصة مسيرة قطار الياكوزا السريع، وبيجري بسرعة جنونية زي القطر ناحية القاتل المصدوم وبيلكمه لكمة ساحقة بتدمر راسه. بعد المعركة الشباب بيجروا على يوزاوا وهم بيحتفلوا بيه. يوزاوا بيشيل الرصاص من جسمه كأنه ولا حاجة وبيطلب من كيوامي يعزمه على لحمة فاخرة كمكافأة. كيوامي بيوافق وبيقول لهم يروحوا يحتفلوا، لكن بيديهم الأمر التالي. بعد الاحتفال عندهم شغل مهم في كابوتشيكا الأب والسري الملعون تحت المنطقة. بنروح بعدها لنودوكا وهو شايل شينوها اللي غرق في النوم، وبيوصلوا أخيرا للمقر السري للنينجا عش الغراب. بنشوف ازاي بيوصلوا للمكان ده عن طريق مصعد سري في مبنى عادي لازم تضغط فيه على زرارين مع بعض 50 مرة في ثانية واحدة عشان يتفتح، وبيظهر كلمة نينجا على شاشة المصعد وهو نازل بيهم لأعماق الأرض. جوه المقر المكان مليان غربان وبيستقبلهم واحدة من النينجا الإمبراطوريين شيكي. وبنعرف كمان إن في شاب تاني وده مش أي حد، ده القائد الأعلى للنينجا بنفسه زانزو كاساي. وبنشوف الغضب مسيطر عليه بسبب موت المعلم كاي، وبيقول إن بقالهم 70 سنة محدش من الياكوزا اتجرأ يتحدى النينجا. وبيعلن خطة الانتقام. أولا هيعرفوا مين القاتل ويقتلوه، وثانيا هيكشفوا السر الأخطر وهو ازاي مجرد ياكوزا قدر يقتل نينجا بالقوة دي. وهو بيقول الكلام ده وشه بيتغير باستمرار وبتكون دي هي قوته. نودوكا بيوضح قوة قائدهم زانزو الخارقة واللي بتتلخص في جملة كون فيكون قدرة تخليه يقدر يبقى أي حاجة ويعمل أي حاجة. معاهم دليل مهم هيساعدهم يعرفوا القاتل. بيطلع نضارة كاي المكسورة اللي الغربان جابتها وبيوضح إن الحجر الكريم اللي فيها ده عبارة عن كاميرا صغيرة جدا، وإنه متأكد إن الجد كاي بكبريائه كنينجا سجل وش قتله قبل ما يموت. شيكي بتاخد النضارة وبتقول إنها بالرغم من إنها متدمرة لكنها هتقدر تسترجع البيانات اللي عليها وتعرف من هو القاتل. وفي نفس الوقت زانزو بيقول إن لغز ازاي الياكوزا قتلوا نينجا هيتحل قريب جدا هو كمان، لأن الغربان جابت له معلومات جديدة. بيوصلهم خبر إن في مجموعة من الياكوزا مجتمعين دلوقتي في كابوتشيكا واخدين 100 واحد من صغار رجال العصابات كرهائن. بيربطوا الأحداث ببعض وبيستنتجوا إن موت كاي أكيد له علاقة باللي بيحصل ده. نودوكا اللي كان قلبه بيغلي من الغضب على موت معلمه بيطلب إنه يروح يحقق في الموضوع ده بنفسه. بيطلب يروح لوحده عشان ما يخاطرش بحياة باقي زمايله، وبيقول إنه محتاج يقتل حد عشان يفرغ غضبه وحزنه اللي مش عارف حتى يعيط بسببه. شيكي وزانزو بيترددوا في الأول بسبب قلة خبرة نودوكا مقارنة بباقي النينجا، لكنهم بيوافقوا في النهاية وهم واثقين في قوته وإنه محدش قدر يهزمه قبل كده. زانزو بيودعه وبيقول له انطلق وانتصر يا نودوكا ماتسوموتو يا أطيب وأحا نينجا. وبينما نودوكا بينطلق لمهمته الجديدة بنروح للأب اللي كيوامي كان قصده عليه، مكان أشبه بمسرح كبير تحت الأرض اسمه كابوتشيكا. في قلبه واقف واحد من رجال يوزاو شاب صغير اسمه كيسكي، وهو بيزعق في مجموعة كبيرة من الرهائن وبيقول لهم إنهم قربوا يوصلوا ل100 راس، وبيشكر يوزاو على مجهوده. بيجيب كيسكي ليوزاو مشروب طاقة عشان الحر الشديد اللي في المكان، لكن يوزاو بيتعصب وبيزعقله وبيقول له إنه لما يطلب ترطيب بيبقى قصده على مشروب معين اسمه اوتوكوميزو. الشاب بيستغرب وبيقول له مفيش مشروب بالاسم ده أصلا. وهنا بنشوف لمحة كوميدية لشخصية يوزاو الغريبة والمخيفة في نفس الوقت. يوزاو بيزعق فيهم تاني وبيأمرهم يروحوا يجيبوا المشروب ده فورا وميرجعوش غير لما يجيبوا كمية تكفي الكل. وهو بيبص على الشباب وهم بيجروا بيفتكر وهو بيبتسم ازاي معلمه تاكيموتو كان بيبعته يجيب بطيخ في عز الشتاء وهو صغير، وازاي انقذه من النينجا زمان. بيشكر الشباب اللي حواليه في سر وبيقول لهم يلا بينا نوري النينجا احنا مين. بياخد يوزاو قطعة من مخدر كوبون الجحيم وهو بيستعد للمعركة القادمة وبيقول بسخرية اتأخرت عليكم يا نينجا، ممكن تطلعوا دلوقتي. في نفس اللحظة بنشوف نودوكا واقف بيراقب المشهد من فوق وبيفهم ان يوزاو قال للشباب الصغيرين يهربوا قبل ما يبدأ المعركة.
يوزاوا هو كمان بيلاحظ ان نودوكا استناه لحد ما الشباب يمشوا. الاتنين بيتبادلوا نظرات الاحترام كانهم مقاتلين شرفاء، لكن بعدها نودوكا بيقول لكن من دلوقتي، وجسمه بيشتعل بلهب ذهبي مرعب شبه طائر الفينيق وهو بيصرخ لو عملتوا اي شر في العالم السفلي هبيدكم. وفي المقابل يوزاوا بيبلع قطعه المخدر وبيصرخ وهو بيستعد للمواجهه. ولكن قبل ما المعركه تبدا بنشوف شينوها وهو بيتنقل بين اسطح المباني بسرعه البرق، قلبه بيدق بسرعه من القلق وبيقول لنفسه انه حاسس باحساس مش كويس وانه لازم يوصل لنودوكا بسرعه عشان ما ينتهيش بيه الحال زي الجد كاي. شينوها خايف يخسر نودوكا هو كمان. في نفس الوقت بنرجع لكابوتشيكا وبنشوف كيسكي والشباب الصغيرين اللي يوزاو بعتهم عشان يجيبوا المشروب الوهمي بتاعه، وهم ماشيين بيجروا عشان ينفذوا الامر بسرعه. بيخبطوا فجاه في شخص غامض، الشاب بيعتذر له لكن الشخص الغامض ده ما بيتكلمش، ولكن واضح انه شخص وراه حاجه مرعبه وبيكمل طريقه في صمت. مين الشخص ده يا ترى؟ هل له دور في الاحداث اللي جايه؟ نرجع تاني لساحه المعركه الملتهبه. يوزاو بيامر رجالته اللي اتحولوا لوحوش بسبب المخدر انهم يستعدوا للمعركه باخذ جرعتهم، وفي اللحظه دي بيفكر في سيدو كيوامي وبيقول لنفسه انه لازم ينجح في المهمه دي عشان يدي قوه للجوكودو. وفي مشهد موازي بنشوف كيوامي مع واحد من رجالته وهما بيتابعوا الموقف، وبنعرف ليه كيوامي اختار يوزاو للمهمه دي بالذات، بالرغم ان يوزاو بيعتبر اقل واحد ملحوظ بين الجوكودو الثمانيه للتدمير وممكن اضعفهم، الا ان كيوامي راهن عليه لانه لو قدر يقتل نينجا ده هيكون دليل قوي بان حتى اضعف واحد فيهم يقدر ينتصر، وهيدي امل كبير لمستقبل الجوكودو. باختصار دي معركه بين الاضعف والاقوى، يا ترى القوي هياكل الضعيف ولا الضعيف هيقدر يثبت نفسه وسط النار والدمار؟ نودوكا بيقول بصوت كله فخر وغضب لما تيجي تقضي على حد لازم تعرفه بنفسك الاول، دي آداب العالم السفلي، وبيعلن عن هويته. انا نودوكا ماتسوموتو، واحد من النينجا الامبراطوريين الثمانيه، جاي عشان انتقم لمعلمي واكشف سر جوكودو وهحرقكم كلكم احياء. وفي المقابل بيتقدم يوزاو وبيقول وانا كوسي يوزاو، واحد من الجوكودو الثمانيه للتدمير، جاي انتقم لكل الجوكودو اللي ماتوا وهاخد روحك يا نينجا. اعلان حرب رسمي بين الاثنين. المعركه بتبدا، يوزاو بيأمر رجالته بالهجوم والوحوش دول بينطلقوا ناحيه نودوكا باسلحتهم وهم بيصرخوا، لكن نودوكا بيستخدم تقنيه نصت الظلام، الإظهار المذهل للحرارة الحارقة. كرة لعب ضخمة بتنفجر منه وبتحول المكان لجحيم حقيقي وبتحرق كل رجال يوزاو في ثواني معدودة. يوزاو بيتصدم من القوة التدميرية دي وبيبدأ يضرب نار على نودوكا، لكن نودوكا بيصد الرصاص بكل سهولة وبيسيحوا في الهواء قبل ما حتى يوصلوا من شدة الحرارة وكأنها شيء لا يذكر. لا ده كمان بيوجه كرة نارية ناحية يوزاو اللي بيتحرق بالكامل وهو بيصرخ. ومش بس كده، نودوكا بسرعة جنونية بيكمل هجومه وبيخترق جسم يوزاو المحترق بإيده. في اللحظة دي يوزاو كان شايف ان خلاص دي هي النهاية، وكل اللي بيجي في باله هو كيسكي وبقية الشباب، وبيتمنى لو قدروا يهربوا ولا حاجة. ولكن يا صديقي لما بنروح لهم بنشوف الصدمة، الشخص الغامض اللي خبطوا فيه خلص عليهم كلهم بالكامل ما عدا كيسكي اللي لسه بيجري وبيحاول انه يهرب، ولكن فجأة بيلاقي شينوها في وشه. صدمة بكل المقاييس. شينوها بيقول له بما انك خارج من الباب ده يبقى انت بالتأكيد واحد من الياكوزا. كيسكي هنا خلاص هيعملها على نفسه، بيعرف ان اللي قدامه ده نينجا من مستوى مرعب وبيشوف شريط حياته بيمر قدام عينيه وانها خلاص النهاية. ولكن فجأة بنشوف شينوها بيتجاهله وبيقول له طالما انت ما قتلتش حد قبل كده يبقى انت تمام، وبيسيبه يمشي. كيسكي ما بيصدقش نفسه انه اتكتب له عمر جديد، ولكن فجأة بتعدي ذكرى في دماغه لما كانت الدنيا دايسة على وشه وملهوش مكان ولا عيلة بعد ما النينجا خلصوا على كل حبايبه وزعيمه اتقتل، ولكن الوحيد اللي وفر له الامان ده كان هو يوزاو واداله الحنان الابوي الحقيقي وقاله انت ابني يا كيسكي، معاناتك هي معاناتي وفرحتك هي فرحتي. بسبب الذكرى دي بنشوف كيسكي بياخد مخدر كوبون الجحيم وبيقف في وش شينوها بكل شجاعة وبيقول له لو سبتك تعدي بالساهل كده يبقى ما عنديش الحق اني ابص في عين زعيمي من تاني، مش هسيبك تعدي ولو حتى ده بيعني موتي بونتو. هنا شينوها بيتصدم من كلام كيسكي وجرأته، وعشان كده بياخد وضعية القتال وبيقرر ان هو كمان هيقاتل بكل قوته تقديرا لشجاعته دي، وبصوت عال بيعرف بنفسه انا شينوها تاناكا واحد من النينجا الامبراطوريين الثمانية. كيسكي بيكون خايف جدا ولكن بيتمالك نفسه وبيعرف بنفسه هو كمان انا كيسكي ايكيدا متدرب في الجيل الثاني لعائلة تاكيموتو، وبيقول له انه شرف ليه انه يموت على ايد واحد زيه. وبالفعل يا صديقي المعركة بتبدأ بين الاثنين وبتحصل الصدمة. كيسكي بيوجه لكمة قوية لشينوها بتيجي في وشه، شينوها بيتفاجئ من قوته وبيقول له لكمة قوية حسيت بروحك. وبعدها بنرجع لمعركتنا الرئيسية ونودوكا واقف قدام جثة يوزاو المحترقة بيتكلم مع روح الجد كاي وبيقول له انه قتلهم وانه هيقتل كمان الجوكودو اللي قتلوه. لكن في اللحظة اللي بيقول فيها كده بتحصل الصدمة الكبرى، الجثة المحترقة اللي قدامه بتبدأ تتحرك ويوزاو بيقوم يقف تاني وكأن شيئا لم يكن وبيقول له بصوت مرعب ما تستخفش بالجوكودو يا نينجا. نودوكا بيتصدم ومش مصدق عينيه، والصدمة الأكبر إن حتى الياكوزا اللي نودوكا حرقهم وولع فيهم بيقوموا هم كمان وكأنهم جيش من الزومبي. وهنا نودوكا بيفهم السر وبيمسك طرف الخيط، بيفتكر الكوبون اللي يوزاو كان ماسكه وبيقول لنفسه هو ده سر قوتهم وازاي قدروا يقتلوا نينجا. وعلى الناحية التانية يوزاو كمان بيحلل قوة نودوكا المرعبة، بيلاحظ إن نودوكا بيقذف قطعة صغيرة جدا من جلده المشحون بالحرارة العالية عشان يولع فيهم، وإنه بيستخدم
يستخدم التيارات الهوائيه الساخنه اللي بتطلع من النار دي عشان يطير في الهواء. بيسال نفسه ازاي ممكن يقتل وحش زي ده، لكن عينيه بتقع على الخنجر اللي لسه معاه. بيفتكر ان ده هديه عيد ميلاده من كيوامي، وبيلاحظ ان الخنجر ده قدر يستحمل الحراره الشديده وما حصلوش اي حاجه. بيعرف ان دي فرصته الوحيده وامله الاخير. نودوكا هو كمان بيستعد للجوله الثانيه، وبيقول لنفسه انه لازم يقتل يوزاو فورا عشان يبلغ شينوها وباقي النينجا بسر جوكودو ده. ويوزاو في المقابل بيفتكر كيوامي ومعلمه تاكيموتو، وبيوقسم انه هيقتل النينجا ده عشانهم. الاتنين بيبصوا لبعض وعينيهم بتولع، كل واحد فيهم بيستعد عشان يخلص على التاني. ولكن فجاه بنشوف يوزاو خلاص ما بقاش قادر يتحرك، والصدمه انه بيقرر يطعن نفسه وبيطلب من كيوامي يمده بالقوه، وبالفعل بيعملها. وده بيخلي نودوكا مصدوم ومش فاهم حاجه. ومن بعد الحركه دي بنشوف كل الياكوزا ال200 بيقوموا من تاني وبيعملوا برج بشري عشان يوصلوا لنودوكا، وبالفعل بيثبتوه مكانه. نودوكا بيحاول يتحرك او يهرب من اللي هو فيه ده، ولكن بدون اي فايده. وفي اللحظه دي يوزاو كان واقف وبيجهز نفسه عشان يقضي عليه، وبالفعل الحماس بيشتعل جواه وبينطلق زي الصاروخ ناحيه نودوكا، وهو بيشكر كل رجال الياكوزا دول على تضحيتهم الكبيره. يوزاو خلاص بيوصل عند نودوكا، وبوم كل واحد فيهم بيخلص على التاني في مشهد درامي لا يمكن وصفه حرفيا. نودوكا مطعون بالخنجر، ويوزاو راسه بتطير وهو حاسس بالفخر انه انجز شيء. بتعدي ذكريات قدامه لكل اللي بيحبهم، وخصوصا معلمه اللي بيقولوا ان دي نهايه تليق بشخص قوي زيك، وبسبب الجمله دي يوزاو بيموت في سلام. بينما في اللحظه دي بنشوف نودوكا وهو خلاص شكلها دي نهايته هو كمان، ولكن قبل ما يموت عاوز يعمل اي حاجه مفيده، ويقول كمان لشينوها والباقيين على موضوع المخدر الغريب ده اللي خلى الياكوزا يبقوا قادرين يقتلوا النينجا. بيحاول يتحرك ولكنه مش قادر. وفي اللحظه دي بيفتكر لما كان لسه صغير وقد ايه كان بيتمنى حاجه اسمها الموت، وده بسبب قوته اللي بتاكل كل حاجه حرفيا وبتاذي كل اللي بيحبهم، وهو مش قادر حتى يتحكم فيها. ده غير انه كان بيتعرض للعنف من اسرته، وحتى مدير الميتم اللي هو فيه كان عاوز يقتله وياخد اعضائه. حرفيا عايشه لا تطاق، لدرجه انه قرر ينهي حياته بنفسه ويخلص البؤس ده. ولكن فجاه بيجي اللي يمنعه، واللي بنكتشف انه بيكون شينوها يا جماعه. بيقول له انت عاوز تموت بالسهل كده؟ نودوكا هيتجنن ازاي بيقرب منه كده ومش بيحصل له حاجه، وبيقول له ابعد عني هتتحرق. شينوها بيقول له انت عبيط، نارك دي ولا حاجه قدام تدريبات المعلم كاي الجهنميه. وبنعرف ان شينوها عارف ان الياكوزا بيسرقوا اعضاء اللي في الميتم هنا، وعلشان كده هو جه يمنع ده. شينوها بياخد نودوكا وبيقول له انه نينجا، وانه هياخده معاه يدرب جسمه ويستغل قوته دي بدل ما هي بتاذي الناس لا يستخدمها في الخير، وبعدها يبقى عنده معنى جديد يعيش عشانه وهو حمايه الضعفاء. يمكن الواحد ما بيختارش شكله او عيلته، ولكن بيقدر يختار ازاي يموت. لو عشت حياتك بتساعد الناس هتقدر تموت وانت مبتسم. احنا النينجا بنعيش عشان نقدر نموت واحنا مبتسمين. وبيسالوا ازاي عايز تموت؟ الكلام ده فعلا بيأثر على قلب نودوكا، ومن وقتها وبقوا صحاب. نرجع مره تانية لنودوكا اللي لسه بيعاني، بيتقدم ناحيه راس يوزاو وهو بيقول انه لازم يموت بفخر، وفعلا بيلاقي الشيء اللي هيكشف بيه سر الياكوزا وبيكون مبسوط جدا. ولكن وفجاه بوم بيجي اللي بيخلص عليه في جزء من الثانيه. نودوكا بيقع على الارض وهو مش مصدق اللي حصل، وبنكتشف ان اللي عمل كده هو كيوامي وشيلتو، وبنشوف الاتنين اللي معاه وهم مبسوطين جدا باللي عملوه كانهم قتلوا فرخه مش بني ادم. في اللحظه دي كيوامي بيبدا يعرف حاجه عن النينجا، وهي ان كل نينجا عنده قدرات بتميزه عن التاني، زي المعلم كاي اللي قتله من كام يوم عنده الايدين المطاطيه. بينما نودوكا ده عنده قدره النار، وبيكون فخور بيوزاو اللي قدر فعلا يتصدى ليه وضحى بنفسه عشان يعمل كده. وده دليل ان الضعيف ممكن يقدر فعلا على القوي. ولكن بنشوف الواد الصغير ده واللي اسمه غموت وهو بيتريق على مدى ضعفه وانه في الاخر مات بدون فايده حقيقيه. ولكن بنشوف كيوامي وهو بيسكتوا بيقول لهم انهم لازم يحترموا اصدقائهم. غموت بيقول له تمام وانه مش هيضايقه تاني. بيرد عليا غموت وبيقول له اتضايق؟ انا ما اعرفش حاجه زي كده. وهنا بنعرف يا صديقي ان كيوامي شخص عديم المشاعر، وده بسبب تربيه عيلته القاسيه وحادث حصل له في الماضي. بيقول انه ما بيحسش بالمشاعر لكنه بيعرف يمثلها. بيروح عند راس يوزاو بياخد من دمه بيمسحه تحت عينيه زي الدموع، وبيقول له برود يا ريت تتقبل مني ده يا يوزاو. ولكن في اللحظه دي بيوصل البطل بتاعنا شينوها. ايه يا جدعان، معقول الاثنين هيتقابلوا في الوضع ده؟ ولكن لا يا صاحبي، هنا بقى بيحصل المسلسل الهندي. شينوها ما بيكونش شايف كيوامي كويس، وده بسبب كميه الدخان الموجوده في المكان، ومش عارف مين اللي قدامه غير انهم من الياكوزا. وعلى الناحيه الثانيه كيوامي نفس الكلام، ولكن بيكون مستعجل لانه وراه موضوع مهم، وبيقول لغموت انه يتعامل معاه كعقوبه ليه على اهانه يوزاو من شويه. وفعلا بيسيبوه ويمشوا. شينوها بيحاول يمنعهم، ولكن لما بيشوف نودوكا واقع على الارض بيروح فورا عشان يشوفه ويطمن عليه. بيفهم انه لسه عايش. ونودوكا اول جمله بيقولها خلي بالك. وبالفعل بنشوف غموت وهو بيهجم عليه من ظهر شينوها، اللي بياخد باله وهو اللي بيهجم عليه بهجمه مضاده. الواد كان خلاص هيروح فيها ولكنه بيصد الضربه في اخر لحظه، لكن شينوها مش بيديه فرصه، بيهجم عليه وبينزل عليه بوابل من الضربات، وهو بيتوعد بقتله ومحوه من على وش الارض. وده بسبب اللي حصل لنودوكا. شينوها خلاص اتجنن، جنون الانتقام غطى على عقله بالكامل. الواد بيقول له انه ملوش دعوه، لكن ده مش سامع حاجه. ولكن فجاه غموت بيتعصب وهو اللي بيهجم عليه، والصدمه انه كمان بيجرح عين شينوها، وبيقول له بشر مطلق انه كان عاوز يفصل دماغه عن جسمه، ولكن حاسس بالعار انه جرحه بس. وبيعرف بنفسه انه غموت من تماني الياكوزا المدمر، وانه قاتل محترف، وانه يوزاو اللي مات من شويه ده ولا حاجه جنب قوته.
شينوها بيرد عليه وبيقول له انه نكره، وسواء بعينين الاتنين او بعين واحده هو كده كده الفايز. غموت لسه هيتريق عليه كالعاده، بياخد الصدمه، بيلاقي ايده مقطوعه وبيقعد يعيط، ولسه هياخدها بيلاقي شينوها ماسكها. غموت بيقول له بتخليك جدع كده يا اسطى واديني الايد دي. شينوها بيقول له بس كده من عينيا، وبينزل ضرب فيها لحد ما بقت غير صالحه للاستخدام. الواد فوق انه مجنون بيتجنن اكتر وبيقول كلام غريب. نودوكا وهو شايف المشهد بينبهر بشينوها اللي بيفوق توقعاته كالعاده. شينوها بيعرف بنفسه هو كمان وهما الاتنين بينزلوا تلقيح على بعض. ده عاوز يفشخ الياكوزا وده عاوز يقطع النينجا، بيهجموا على بعض والجو خلاص بقى مشتعل والدنيا دمار. ولكن فجأة غموت بيلاقي موبايله بيرن، بيقول لشينوها معلش صاحبي عندي مكالمة مستعجلة. وهنا شينوها بيستغرب لان ده حصل في مشهد في الانمي بتاعه قبل كده. المهم غموت بيرد على المكالمة وبنعرف ان اللي بيكلمه هو كيوامي، اللي بيقولوا ان وقت اللعب خلاص انتهى يا غموت وانه هيسيبه يمشي. غموت بيضايق ولكن كيوامي بيقفل السكة في وشه. شينوها بيقول له ها خلصت؟ عاوز اقتلك بقى. غموت بيقول له انا زهقت خلاص همشي وهسيبك تعيش المرة دي، وكده كده عرفت وشك واسمك فالحق اتهنى بحياتك اليومين الجايين عشان اخلي حياتك جحيم يا كانكا من تمان الزنجبيل. وبيسيبه ويمشي. شينوها بيرد عليه اسم شينوها من تمان النينجا الاسطوري يا غبي، وبيتوعد بقتله هو كمان. بعدها بيروح لنودوكا اللي بيكون خلاص بيودع. شينوها بيقول له كان نفسي اقول لك انك هتعيش ولكنك للاسف هتموت، وعلشان كده قول كل اللي انت عاوزه قبل ما تروح. وفعلا نودوكا بيتكلم بصعوبه وبيقول كل اللي عرفه، وهو ان الياكوزا بيتعمدوا يعملوا شغب وده عشان يستدرجوا النينجا ويقتلوهم. بيديله المخدر اللي كان في بوق يوزاو وبيقول له ان ده هو مصدر قوتهم وسر قتلهم للنينجا. شينوها بحزن كبير بيقبل معلومته دي بكل ود وبيساله في حاجه تانية نفسه يقولها. نودوكا بيقول له انه مدين ليه بحاجات كتير قوي، وانه ياما وقف جنبه في الايام الصعبه، ورغم انه اصغر منه في السن الا انه بيعتبره اخوه الصغير، وقد ايه ساعده في اول مهمه ليه من ورا المعلم كاي من اولها لاخرها، وبيسنده في كل خطوه كان بياخدها، حتى انه بقى بيتابع انمي برنسس اللي بيحبه شينوها، وان الشخصيه البطله قويه وطيبه زيه. بيقول له انت مثال للاخ الحقيقي يا شينوها. واخر جمله بيقولها انا بتمنى انك تبتسم في يوم من الايام وتعيش ايام سعيده. وهنا كانت النهايه. نودوكا خلاص فارق الحياه. وبعدها بنشوف المبنى وهو بينهار، ووسطه بنشوف شينوها وهو شايل جثه نودوكا وجواه حزن وانتقام الدنيا وما فيها، بيتوعد بمحو الياكوزا عن بكره ابيهم. في نفس اللحظه دي بنشوف غموت وهو بيحاول يهرب من المبنى وبيتمنى ان كيوامي ما يعملش اللي في دماغه. وهنا بنعرف ان كيوامي ناوي يفجر المبنى، وبالفعل بو ووم بيضغط زر الانفجار والمبنى بيتفجر بالكامل باللي فيه. ولكن بنعرف ان شينوها قدر يهرب قبل ما ده يحصل. بنكمل يا صديقي على أنقاض الكارثة التي حصلت في كابوتشيكا. المنطقة تحولت لحفرة ضخمة ابتلعت كل حاجة، والخبر انتشر كالنار في الهشيم في كل نشرات الأخبار. المشهد ينتقل لمقر النينجا السري، عش الغراب والأجواء هناك كانت كلها حزن وغضب. بنشوف شينوها وهو شايل جثة صديقه نودوكا الذي لسه بين ايديه. زانزو القائد أول ما بيشوف المشهد الغضب يملأ عينيه ويحول ايده لشكل ضخم ومرعب، بيصرخ صرخة مدوية ويوجه لكمة جبارة ناحية شينوها، لكن الضربة تقف قبل ما تلمسه بسنتيمترات. زانزو بيبص لشينوها بحركه ودموعه بتنزل وبيقول له ان هو الذي يستاهل اللوم، ويطلب من شينوها انه يضربه ويرد له اللكمه لانه يستاهلها. هو الذي سمح لنودوكا يروح لوحده، لكن شينوها الذي الالم معمي قلبه بيضربه بكل برود. زانزو غضبه يوصل للسما وهو بيلعن في الياكوزا واحد واحد. وهو بيقول الكلام ده بنشوف هيته وهي تتغير، وبيقول انه متاكد ان الياكوزا هيعملوا جريمه تانية عشان يستدرجوا باقي النينجا، وانه المره الجايه مش هيرحمهم ويعلن حاله الحرب الشامله، وانه هيستخدم قوته الكامله التي بتخليه يبقى اي حاجه ويعمل اي حاجه عشان يمسح الياكوزا من الوجود ويصرح هنبدا الحرب الشامله. الايام بتعدي والحزن لسه مخيم على قلب شينوها. بنشوفه ماشي في الشارع بالليل تايه ومهموم، عمال يفكر متى وفين هيكون الهجوم الجاي لليازوكا. جرح عينه لسه متغطي وجرح قلبه بينزف، وفجاه عربيه فخمه تقف جنبه. مين الذي سايق؟ انه كيوامي بابتسامته المعتاده يسلم عليه وبيقول له ايه الصدفه دي، وبيقول له انه عنده فكره ليه ما يجيش معاه في درايف ليلي يروقوا بيه دمهم. شينوها يركب معاه العربيه وهما الاتنين ساكتين. شينوها يسال كيوامي ليه عزمه فجاه كده وانه بقاله فتره ساكت. كيوامي يرد عليه بسؤال غريب، يساله لو فاكر شخصيه اوتو كونج من انمي فلاش برنسس الغوريلا الشرير اللي ظهر في الاول. كيوامي يبدا يحكي عن الشخصيه دي بحماس ويقول انه كان بطل حقيقي تحدى البطله ابو عشان ينتقم لصاحبه الذي قتل، ولما خسر ضحى بنفسه وموت معاه مويرون. بيوصف المشهد الاسطوري في نهايه الحلقه الخامسه لما هيث شخصيتهم المفضله وقفت تحت القمر وسط الزهور وغنت اغنيه الوحده وهي حزينه على موت عدوها. كيوامي بيبص قدامه وبيقول لشينوها انه حاسس بنفس احساس هيث دلوقتي. شينوها يفهم على طول ان كيوامي خسر حد غالي عليه. كيوامي يعترف انه فعلا خسر راجل طيب، راجل كان كله شهامه واخلاص وكان بيثق فيه ثقه عمياء، بيوصفه انه كان صاحب عزيز. كيوامي يعتذر لشينوها انه جابوا المشوار ده على الفاضي وان الدوشه دي ما جابتش نتيجه معاه، لكن شينوها الذي قلبه مليان بنفس الوجع ينفجر فيه ويقول له جمله طالعه من قلب مجروح، لازم تكمل السباق. بيقول له انه لو الشخص ده كان غالي عليه قوي كده يبقى لازم يشيل ذكراه معاه ويكمل طريقه عشانه وعشان كل الناس
الناس اللي ضحوا بحياتهم. بيصرخ فيه وبيقول له ما ينفعش تتردد، كمل طريقك للامام. الكلام ده ينزل زي الصاعقه على كيوامي. بيبص لشينوها بابتسامه اعجاب حقيقيه ويقول له ان كلامه ده جامد جدا. بيقول له انه حس انه اخوه الصغير، ومن كثر الفرحه يطلب من شينوها انه يقول له يا اخويا الكبير. طبعا شينوها يرفض ويقول له مستحيل، والمشهد يقلب هزار بين الاثنين الذين يشاركوا بعض نفس وجع الفقدان من غير ما يعرفوا انهم هم سبب وجع بعض. كيوامي بيبص للطريق ويقول لنفسه ان شينوها عنده حق، لازم يكمل طريقه للامام وما يترددش. انا نموذج تابع لمنصه لهجاتي. وياجيما بيسال كيوامي لو الدرايف ده خلاه يبقى كويس، لكن كيوامي بيقول له ان المشوار نفسه كان عادي. وفجاه عربيه سوداء بتظهر وراهم وبتبدا تضيق عليهم وترخم. كيوامي بيبص لياجيما اللي سايق وبيساله وهو بيبتسم كنت هتعمل ايه في موقف زي ده زمان؟ وهنا بنعرف ان ياجيما ده ما كانش اي حد، ده كان الاسطوره الحيه لركب الدراجات هيروكي ياجيما، الزعيم المؤسس لجيش سكاتين اللي كان بيقود 100,000 شخص في كل انحاء اليابان، واحد من الياكوزا الثمانيه للتدمير ولقبه زوكو جامي ملك العصابات. ياجيما بيتحمس وبيقول لكيوامي يركز في السواقه، وبكل جنون بيسيب الدركسيون وبيقف وبيطلع مسدسه وبيضرب طلقتين مجنونه وهو بيرقص وبيصرخ ارقصوا يا رصاصات الموت. مهاره الياكوزا بيستولي ديسكو، الرصاصتين بيخبطوا في بعض ويرتدوا، والصدمه دي بتفجر العربيات اللي بتطاردهم. كيوامي اللي ماسك الدركسيون مكانه بيبص على الانفجار وبيقول له انه كان فاكر ان تفجير العربيات بالرصاص ده مجرد خرافه. ياجيما بيشرح له انه فنان ارتداد، وانه لو ضرب رصاصتين ورا بعض في تانك البنزين هيخبطوا في بعض ويولدوا شراره تفجر التانك، يعني فنان بجد. المشهد بيرجع تاني لموقع الكارثه في كابوتشيكا. بنشوف المحقق مارو والمساعد بتاعه اوكادا وهما بيبصوا على حجم الدمار. اوكادا مصدوم من حجم الحفره، ومارو بيقول ان دي مش مجرد حادثه، دي كارثه حقيقيه، وان الخسائر اكتر من 80,000 شخص. اوكادا بيقول ان تدمير بالحجم ده متوصفش غير انه كارثه. وهنا مارو بيمشي لوحده في الضلمه وبيفكر في الكلمه دي كارثه، وفجاه ملامحه بتتغير وبنكتشف الصدمه الكبرى. المحقق مارو ده هو القائد الاعلى للنينجا بنفسه، زانزو. استخدم قوته الخارقه في التحول عشان يتنكر في هيئه محقق شرطه، وبيبص بغضب وبيقول الكارثه الجايه هتكون من صنعنا احنا، هنمطر عاصفه من الموت على الياكوزا. وبعدها يا صديقي بنبدا نشوف باقي اعضاء النينجا الامبراطوريين الثمانيه الاقوياء واحد ورا الثاني. بنشوف الناصر الجليدي ساكو هاسيجاو، دكتور جراح عبقري من عيله طبيه قديمه. بنشوفه وهو بيعمل 10 عمليات سرطان في يوم واحد من غير ما يلمس المريض حتى، وبيقدر يشيل 88 ورم في 30 دقيقه بس. قوه مرعبه بجد. وبيعلن بكل برود الياكوزا لازم يموتوا. وبعده بنشوف نينجا تاني في منتهى الغرابه، الرجل الكهربائي الخالد اوريو ياجي. بنشوفه في نادي ليلي وهو بيستخدم جاذبيته الغريبه عشان يخلي البنات تدفع له ملايين، وبيحتفل بكونياك اسطوري سعره 400 مليون ين. وبنعرف قصه قوته وازاي قدر يقف قدام شاحنه 10 طن عشان يحمي واحده. الراجل ده بيعلن انه قدر يجمع مليار ين في اسبوع واحد بس، وانه راجع لاصحابه الغاليين. وبنعرف ان ساكو واوريو دول اخوات، وبيتسموا اخوي النينجا اصحاب الدم الملعون. واضح انهم راجعين عشان المعركه الكبيره. المشهد بينتقل لمكتب شيكي في المقر السري. بنشوفها قاعده لوحدها ومنهكه وشغاله 24 ساعه متواصله، بتفكر تاكل لبان عشان تفضل صحيه، لكن عينها بتقع على صوره لشينوها في الدرج. بتبتسم بحنيه لثانيه واحده، لكنها بتقفل الدرج بسرعه وشكل كده في حاجه ورا تصرفها ده. نرجع لعش الغراب وشينوها قاعد بيتدرب، وفجاه الاخين ساكو واوريو بيوصلوا المقر. تاتسو بيجري على شينوها وبيحضنه وبيقول له شينوتشي وحشتني. شينوها ما كانش طايقه اصلا بسبب ريحته المقرفه وبيزقه عنه. تاتسو بيلاحظ عين شينوها المصابه وبينده على اخوه ساكو اللي هنسميه تورا بيقرب وبيبص على الجرح وبيقول له يا ده جرح عميق معمول بخنجر. شينوها بيقول له انت مش واخد بالك انك قريب بزياده؟ وفي ثانيه الا ثانيه تورا بيستخدم قوته الطبيه الخارقه وبيشفي عين شينوها تماما. شينوها بيتصدم انه رجع يشوف بعينه تاني. تورا بيقول له ان ده طبيعي لان نسل عيلتهم بيتورث فنون الجراحه من اكتر من 400 سنه. وبعدها بيقول له بطريقه انه لو مش عارف يضحك يجي له العياده وهو هيعمله عمليه صغيره في مخه تخليه يضحك. طبعا شينوها بيرفض. زانزو في هيئته الوسيمه بيظهر وبيقول لهم كفايه هزار. بيبلغهم رسميا بموت كاي ونودوكا على ايد اللي اسمهم الياكوزا الثمانيه للتدمير، وبيكشف لهم عن السر اللي نودوكا مات عشانه، المخدر الجديد. زانزو بيقول لهم ان هو اللي جرب المخدر ده على فار، والفار ده قتل دب. صدمه بتسيطر على كل النينجا وهم بيستوعبوا قوه عدوهم الجديد. زانزو بيأكد لهم ان الياكوزا اكيد بيجهزوا المصيبه جديده عشان يستدرجوهم، وان الحرب اللي جايه هتكون حرب اباده. وبينما النينجا بيستعدوا للحرب الشامله، المشهد بينقلنا تاني لكيوامي. ينقلنا تاني لكيوامي وياجيما وهم واقفين على سطح مبنى بيبصوا على المدينه. ياجيما بيبص لكيوامي وبيساله بنبره غامضه سامع الاصوات دي؟ كيوامي بيستغرب وبيساله اصوات ايه؟ ياجيما بيقول له ان دي صرخات موت البالغين اللي عمرهم ما كبروا بجد، ناس محبوسه في حياه ممله وروتينيه وكل امانيهم بتصرخ جواهم الحياه وحشه زهقت. ولما كيوامي بيقول له هو ناوي يعمل ايه، ياجيما بيكشف عن خطته وبيقول له انه هيتواصل مع كل اصدقائه القدامى المتفرقين في كل حته في العالم. وهنا بنبدا رحله بنشوف فيها حال البؤس اللي وصل له رجال ياجيما
ياجيما القدامى بنشوف واحد اسمه أريها ألفا عايش في شقة متهالكة ومراته سابته وهربت بسبب الديون اللي غرق نفسه فيها. جيرانه بيشتموا فيه وبيقولوا عليه بلطجي فاشل وبيتمنوا انه يموت ويريحهم. وفي عز يأسه ده وكان خلاص هيخلص على نفسه من الحياة الزفت دي بيرن تليفونه انه ياجيما. ألفا ما بيصدقش ودانه والبسمة بتملي وشه وهو بيسمع صوت قائده الأسطوري تاني بعد السنين دي كلها وبيقول له فينك من زمان. وبنشوف علامة غريبة على جسمه. المشهد بينقل لواحد تاني اسمه شيكوما سيجما شغال في شركة وبيتعرض لإهانات يومية من مديره اللي بيعايره بفشله وعدم قدرته على تحقيق أي نجاح. وهو قاعد في الكافيتريا بيحاول ياكل في هدوء وبنشوف انه بقى مضحكة الشركة حرفيا. وفجأة بيرن تليفونه بيرد وبيلاقي واحد صاحبه القديم ألفا بيكلمه وبيقول له انه لسه مكلم ياجيما. الصدمة والابتسامة بتظهر على وش سيجما. وفي اللحظة دي مديره بيجي يهينه تاني وبيقول له ان الفشل زيه ما بيستاهلوش ياكله. لكن سيجما اللي الامل رجع له ثاني بيبص لمديره بكل ثقة وبينزل فيه ضربه بيقول له انا مستقيل. وبنشوف ان هو كمان في علامة على وشه. وبنوصل لاكبر اسم فيهم أسطورة البيسبول الامريكي هيروي اوميجا الملقب بالاعصار البشري. بنشوفه واقف في الملعب على وشك انه يحقق رقم قياسي تاريخي ويسجل الهوم ران رقم 800 في مسيرته. المعلق بيوصفه بانه تجسيد للحلم الامريكي. شاب ياباني مشاغب سافر امريكا لوحده وهو عنده 18 سنة وقدر يحقق المجد ده كله. لكن في اللحظة الحاسمة دي وهو بيستعد للضربة التاريخية بيجيله تليفون من اليابان. هانو سيجما بيروح يرد على التليفون واول ما بيسمع ان ياجيما رجع كل احلام المجد والشهرة بتختفي وما بيفكرش مرتين. بيرمي التليفون وبيسيب الملعب كله وبيجري عشان يشوف قائده القديم وبيكون في علامة على وشه هو كمان. الصوت الاسطوري ده بيوصل لكل رجال ياجيما القدامى في كل مكان في العالم وبيولع جواهم حماس ما كانوش فاكرين انه لسه موجود. بيحسوا ان عصرهم الذهبي راجع تاني وبيبداوا يجهزوا نفسهم للمعركة الأخيرة. ياجيما بيبلغ كيوامي ان 5000 مقاتل من رجاله القدامى هيتجمعوا بكره بالليل وبيشرح له خطته المجنونة. هو مش بيعمل ده عشان الفلوس ولا السلطة، هو بيعمل ده عشان يدي للرجالة دول حلم خير، حلم انهم يرجعوا شباب ثاني ويركبوا موتوسيكلاتهم ويمشوا بسرعة جنونية على طريق تايتو السريع المكان المقدس بتاعهم، حلم انهم ينتقموا من النينجا اللي دمروا عصابتهم وقتلوا نصهم 5000 ضحية وده حصل من 20 سنة. وبيعلن ان عصابة البو سوزوكو الأسطورية هترجع للحياة مرة أخيرة وهتدفن النينجا في معركتهم الأخيرة دي. وبعدها بنشوف شينوها وهو زي العبيط واقف بيبص في ازاز مبنى وبيحاول يبتسم وبيفتكر كلام قائده زانزو وهو بيتريق عليه وبيقول انه هيفشخ الياكوزا. ولكن فجأة وهو بيعمل كده بيتفاجئ بكيوامي موجود في نفس المكان. بنشوف كيوامي وهو بيعتذر لرئيسه في الشغل لانه عمل خطأ في الحسابات وبيوعده انه هيصلحه. وفي مكان تاني بنشوف ياجيما واقف ومستني اصحابه القدامى وكل اللي بيفكر فيه هو صديقته هانا وبيأسملها ان هي الوحيدة اللي في قلبه. واثناء ما هو سرحان بيظهر قدامه الثلاثي الاسطوري الفا وسيجما واوميجا. ياجيما اول ما بيشوفهم بيبتسم وبيسلم عليهم، بيقرب منهم وبنشوف الفرق الضخم بينهم في الحجم. ياجيما بيقول لهم ايه يا جدعان، ايه اللي عمل فيكم كده؟ اتغيرتوا قوي. لكن بنشوف نظرة الحنين في عينيهم وهم بيقولوا له انه ما اتغيرش خالص. وبيقرب من اوميجا وبيساله بهزار لو هو موافق يبقى هنا بالرغم من انه واحد من كبار لعيبة البيسبول في امريكا. اوميجا بيعيط وبيقول له طبعا وحشتني القعده معاكم. ياجيما بيفهم معاناتهم وقد ايه حياة الكبار صعبة ومملة جدا فبيحضنهم وبيقول لهم انهم هيرجعوا شبابهم من ثاني لمشمل اسطوري لاقوى رجال العصابات القدامى. وفي نفس الوقت بنشوف شيكي وهي راجعه من السوق وزعلانه لان كان في حاجات نفسها تشتريها لكنها خلصت من كل المتاجر بس جابت معاها